ايه يابا في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ برسم شجر. فين الفن وفين المعنى؟ انا اوريك دلوقتي. اهم حاجه القلم ده معنى الفن. شجرة ايه يا اسطى؟ دي نقطة. يا سطحي، احنا هنا بنحقق حاجه اسمها البعد الرابع. ايه هو البعد هو الرابع؟ بيقول ايه؟ الزمن. يا عم انا عايز ارسم شجرة واسلمها. يعني قبل ما انا مش الشجره فاهم اي حاجة. هنا لازم يبقى عندك حد ارض، لازم يلحقني. يبقى عندك. صبح. عمرك مشيت في وسط البلد او في الزمالك وبعد كده بدأت تحس ان في حاجة غلط تحصل حواليك عامة كجو؟ مرة واحدة مثلا تكون ماشي في امان الله، تلاقي واحد لابس كوبيرتا مثلا في الشارع، بعدها تكتشف انك في حضرة فنان يا برو بقى، فاهم يعني؟ فنان يا برو، انت مش عارف هو مر بايه علشان يوصل للي هو فيه ده، ومهما حاولت مش هتعرف توصل له، فاهم يعني؟ هو فنان، انت فاهم؟ هو فنان، انت بتبقى هنا، هو يبقى هنا. في هنا مثلا الناس اللي اصغر منه بدفعتين اللي لسه هيتعلموا ازاي يقفوا على سور الكليه، بس انت هنا وهو فوق. تلاقيهم مثلا مجموعه فنانين بقى واقفين بقى على سور الكليه بيتناقشوا بقى في امور انت مش هتفهمها، امور جاده مش عارف. ممكن الفنانين اللي زي دول ممكن يكونوا بيتكلموا في ايه، بس هتبقى حاجه، ولو الموضوع خلاص خلص مفيش حاجه يتكلموا فيها، ايوه بقى يلا يلا بينا صد رد، دهب يوم صد رد كده على السريع. وانت كشخص عادي مش هيبقى عندك مجال ان انت نقاش كامل مع فنان. انت مجنون ولا انت ايه؟ تهب منك شكلها على الصبح كده بقى، محتاج لك تترسم. وعامة طالب فنون تلاقي عنده حساسية مفرطة تجاه الأغاني، هو بيكي في اختيار الأغاني. يعني هتلاقيه مثلا بيسمع باند يوغوسلافي من 1900 وخشبة، هو ده. ولو مثلا لو الباند اللي بيسمعه والفنان اللي بيسمعه وصل من ستريم، خلاص كده هو باع القضية وما خاين، باع قضية، بقى بص، بقى عنده 1000 فولور. ايه الفجر ده؟ وقصص الحب في الكليات الفنيه ما بين النوعين دول من الفنانين، انت فنان يا برو وهي فنانه يا برو، فالمفروض بقى ان هم في جراوي، والموضوع مش حاسه الطف حاجه. يعني هم اخرهم مثلا يقعدوا يقولوا انا عندي ارت بلوك النهارده يا حبيبتي، ويقعدوا بقى ايه يقعدوا في اللوحه وفي بعض كده لحد ما يسقطوا بقى او يطردوا او يبقوا فنانين. بحس الناس اللي مضيعه وقتها ومجهودها في الحاجات دي ان هو خلاص هو لابس الكاركتر لدرجه ان انت لو كلمته في اي حاجه تاني هتلاقيه مره واحده هيجلتش. تكون بتكلمه مثلا ان شاء الله بقى نلعب بلاي ستيشن، هتلاقيه بقى هنج منك كده وراح واقف فرشه فرشه لوحه فرشه استيكه. ولكن فكره ان انت تبقى فنان ودماغك تضرب منك مش حاجه غريبه يعني. ما شفتش حتى الان حد فنان ودماغه مش ضربه. عندي واحد صاحبي خلاص بقى فاضل له تكه الفئه اللي انا بتكلم فيها هنا، الفئه اللي هو معلش اصل انا النهارده حسي الفني بيقول لي، ويقعد بقى ترسم جسد المراه ثوره وليس مراه. انت مالك؟ انت مالك؟ عندك حاجه خارج اطار السكتش والقلم، اعمله بقى، عيشه، العب، كل فصص بسيل، اعمل اي حاجه مفيده، ولكن ما تعيش عليه وسط. احنا خلاص، احنا خلاص. وفي حاجة تانية، لو واحد هو لا عارف نسب ولا عارف تشريح قانون فيثاغورس حتى ولا عارف احد، وتلاقيه راسم بقى واحد راسه قد كده ودراعه قد كده، ده ستايل. ولا ادرس تعلم بعد كده عيش الدور. اما لا والله انا ستايلي بيحكي المدرسة الوحشية على الانطباعية، شغل ده لا مش عايزين يا اسطى، مش عايزين تفنين. وبالنسبه لي طول ما الشخص حاصر نفسه في الزاويه دي بتاعت اللي هو اصل انا فنان، معلش انا مش هعمل اي حاجه في حياتي غير الفن، ويجي يتخرج بقى ويخلص بقى حفله التخرج بقى ويقلعوا الكاب ويرسموا مثلا بعضهم او حاجه زي كده مش عارف، ولكن بقى خلاص هم خلصوا، قدر الله ما شاء فعل والحمد لله، ومشوا بقى. هو هيضطر بقى يتعلم من ادوبي الستريتور، بيكسب اكتر من البحث عن ماهية الحياة في عبثية الدنيا. تعلم فوتوشوب، كبر لوجو، صغر لوجو، باشمهندس في منيو، شيله وحطه، ده ياكل عيش. اما بقى المواضيع العبثية في يابا ايجار في فلوس محتاجة تدفع، شوف. وعامة عن تجربة شخصية، تمام، دكاترة الفن، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، هتخرج وبعد كده اتكلم في الموضوع علشان مش هبقى حمل ان انا اسقط تاني الصراحة. وفي الاخر الفن جميل، مصر فيها كميه فنانين كتير جدا من جميع المجالات، تصوير، تصميم، خزف، نحت، اشغال يدويه، جلد، جميع كل حاجه موجوده. بس بلاش الافوار، لا علي معلش، تعال على نفسك، خليك بني ادم عادي، فنان عادي. وقبل ما تبقى فنان تشكيلي اتعلم ازاي ترسم عينين قد بعض، لان دي مش مدرسه، دي مش مدرسه فنيه، دي ازمه، وربنا يعينك. ولو انت فنان اعمل لايك وسبسكرايب، لو انت مش فنان اعمل لايك وسبسكرايب برضو. الحمد لله، يلا تصبحوا على خير، مع السلامة.